يا مكان، في يوم من الأيام كان في بنوتة اسمها حنين. كانت شايفة نفسها شوية وما كانش يعجبها العجب، ولا كان حد يملى عينيها، ولا عمرها مرت بتجربة حب زي باقي البنات اللي في سنها. وبالرغم من إن كل اللي يشوفها كان يعجب بيها ويتشد لها بسرعة، لكن منعا للإحراج أي حد كانت بتخلق أي حاجة ولو بالكلام علشان تهرب منهم وتحسسهم إنهم زي إخواتها، عشان ما تخسرش حد ولا تجرح حد. كان كل هدفها تبقى سيدة أعمال معروفة. كان دايماً عندها ذكاء الكل بيعمل حسابه، عندها قدرة تحبب الناس فيها. في يوم من الأيام وقبل ما تخلص دراستها الجامعية بالصدفة لفت نظرها شاب وسيم جداً جداً، طول بعرض، ببشرة بيضة وعيون عسلي وشعر أسود حرير ودقن خفيفة. كان لابس بنطلون أسود على شميز لبني مفتوح وتحته تيشيرت أبيض. كان ماسك جورنال ومش مركز مع أي حد خالص، قاعد على جنبي وبيقرأ الجورنال بدقة وانتباه غير طبيعي. حنين لفت نظرها الموقف، أصل أول مرة في الجامعة تلاقي حد ماسك جورنال ومش مهتم بأي بنت تعدي من قدامه. فضلت حنين تراقبه من بعيد لبعيد وهو مش واخد باله. ولما أصحابها قربوا منها وسألوها في إيه، حنين قالت مين ده؟